مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول فيديو حابة أشكركم كثير 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 يا أغلى متابعيني، أحلى متابعين في الدنيا كلها. جاني اليوم الكود بين، شوفوا معايا وصلني، شكرا لكم كثير كثير كثير. جا الكود بين تاع قناة خليفة وآية للخياطة. وأول شيء قبل كل شيء، قبل ما نبدأ في الفيديو، حابة أشكركم على دعمكم مستمر، على تعليقاتكم الحلوة، على دعمكم الحلو. وصلنا اليوم الحمد لله ل8,000 مشترك. إن شاء الله بإذن الله تعالى نوصل بإذن الله تعالى ال100 ألف إن شاء الله بإذن الله تعالى بدعمكم إن شاء الله، ويجينا ذرع اليوتيوب بإذن الله تعالى. اليوم حبيت ندير لكم فيديو إن شاء الله خفيف عن بين كود وصلني. وبعد قبل ما وصلني كانت عندي عراقي في إثبات الهوية، جاتني ثلاثة رسائل بالبريد الإلكتروني، وللأسف أنا حاولت مرتين. مرة حاولت باسبور، ما قبلوا باسبور، ومن بعد حاولت بشهادة الإقامة. الوصل كان عندي، الوصل ما كان عندي شهادة إقامة، كان عندي وصل عشان شهادة الإقامة مازال ما جاتني. كنت مبدلتها، انتهت وكنت مبدلة، ما جاتني ودت الوصل اترفض وحبست. ما حبيت اني ندير الخطوة الثالثة. لازم اذا وصلت لهذه المرحلة لازم تحاول غير مرتين، تحاول مرتين، الثالثة ما تحاولها حتى يكونوا اوراقك كلهم تمام. انا في البداية جاني انذار ان اذا حاولت مرة ثالثة ولم تقبل هذه الاوراق خلاص راح ترتفض قامتي. جاوني كثير 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 إثبات الهوية، إثبات الهوية، إثبات الهوية، إثبات الهوية من رسائل كثير، رسائل إلكترونية. راح أوريها لكم الآن، تشوفوها معايا إن شاء الله. شوفوا معايا، يجي بإثبات الهوية، يجي بإثبات الهوية، يجي بإثبات الهوية، يجي بإثبات الهوية. شوفوا معايا، شوفوا معايا، وبارك فيكم. شوفوا إن شاء الله يكون كل شي واضح. من بعد جاتني هالرسالة، الرسالة الأخيرة قمت بإدخال معلوماتي صحيحة، ورسلوا لي رسالة تم إثبات الهوية. تم إثبات الهوية. شوفوا معايا فوق، تم إثبات الهوية. جاتني من بعد كي كملت إثبات الهوية جات مرحلة ثانية، جاتني مطلوب اتخاذ إجراء، مطلوب اتخاذ إجراء إثبات صحة العنوان، إثبات صحة العنوان. شوفوا معايا، مطلوب إثبات صحة العنوان. رسلت لهم العنوان كله، رسلت لهم في البداية كل شيء، معلوماتي، عنواني، كل شيء في حسابي تاع ادسن. من بعد ذلك هم رسلوا لي هذا البريد، ومن خلال هذا البريد في كود معلومات حساسة ما راح تشاركها مع اي انسان. اصلا هما كاتبين لكم هنا انه ممنوع تشارك هذه المعلومات مع اي انسان. البين كود في هذا الظرف، فيه البين كود. من بعد ترسله الادسن. رسلته الادسن والحمد لله صاير.
لكن هذه العملية كلها ما راح انت او انتي تمر بهاي كل هاي الخطوات حتى تتخطى الحد الأدنى اللي عندك. الحد الأدنى اللي هو 10 دولار. من تخطى ال10 دولار صحيح تقدر تطلب. والله هم أصلا هم يرسلوا لك يجب إثبات الهوية، من بعد ذلك كتبت هويتك يجي طلب إثبات العنوان، والعنوان يكون بهذا البين كود ترسله. من بعد كي ترسل البين كود صاي تكون قناتك صاي جاهزة لاستلام الدفعات إن شاء الله. وفي الأخير ما راح أطول عليكم، هذا الفيديو خفيف إن شاء الله بإذن الله تعالى كلكم تفعلوا قناتكم وكلكم يجيكم بين كود إن شاء الله يا ربي. وما نقول لكم إلا مع السلامة، وشكرا شكرا شكرا شكرا.